شيبسي يا تامر، شيبسي. يا خاين يا عمي يا عدو الوطن. الشارع اللي وراه I choose Tara. جورجينا. الإعلان ده مش لينا. اللي مليانة قطع فاكهة. عايز فطير. واكل فطير فطير. وطبعا في الإعلانات اللي من النوع دي بنشوف دايما الإعلان بيكون عبارة عن أسرة سعيدة متكاملة ما فيهاش أي غم، ما فيهاش أي حاجة. بص، الأسرة دي لو مكتوبة بالورقة والقلم مش هتطلع كده. وهنا بتقول له انت مشيت ليه؟ استنى. قال لها مش شايفة أبوكي عمل فيا إيه؟ شايفة باباكي بيتريق على فقري، كمني فضائي على قد حالي، ما عنديش غير 200-300 مليون جنيه في البنك. وادي رجولة جدعانة عندنا. شفت إعلانات رمضان؟ طب تعالى وريني. دلوقتي الأسمراني بيجي عيونه سمرة. وما فينا يا مادة جلبرتو، هذا شيكابالا. وادي رجولة جدعانة عندنا. طب أنا مرة كنت في أسوان وأنا وراجع الفلوس بتاعتي ضاعت، رنيت على واحد صاحبي، ألو أبو الصحاب أنت فين بعيد ولا إيه؟ قال أصل أنا في البيت. والله بيتهم قريب من الموقف، يعني ما فيش 10-15 خطوة ويكون في الموقف. طب أبو الصحاب عشان خاطر أنا الفلوس بتاعتي ضاعت وأنا دلوقتي في أسوان وعايز أروح، هركب عربية وأول ما أوصل الموقف حرن عليه. ما أجى أبو الصحاب، وصلت الموقف أرن على أبو الصحاب. إن الهاتف الذي طلبته ربما يكون مغلقاً، برجاء إعادة الاتصال في وقت لاحق. رجولة جدعانة. وعارفين الأجرة كانت كام؟ 5 جنيه. وبعدين مين يا عم أحمد عز اللي جينا في آخر الفيديو ده؟ ده شكل أحمد عز؟ لا يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. يا عم أحمد عز أنت تروح إعلانات اللي هي بتاعت الناس اللي هو إزاي أحمد عز؟ دوت ميكس ما جاش. افرح يا نايم، شيبسي وعساير. اصحى يا تامر، اصحى يا تامر، شيبسي يا تامر، شيبسي. يا خاين يا عمي يا عدو الوطن. خسارة يا تامر، يا خسارة. أنا كنت بنيم العيال على أغانيك يا تامر، راح تعمل إعلان للشيبسي. يومي مش مظبوط، دخان بيهفف من الكبوت، بس أنا مبسوط. لابس كوتريل أنا مبسوط. ليه يعني؟ عشان لابس قطنيل أبقى أنا مبسوط؟ ما إحنا بنلبس الدبلانة وبنبقى في قمة السعادة. ما عادش يقول لي يعني إيه دبلانة، مش هشرح الموضوع ده إذا كان في أصلا حد بيعمل كومنت. ترى يا أخويا أنت وهو قاعدين لي كده، ولا في كومنت ولا في لايك. انتوا جايين واحد محروق. عايزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك ولا انتوا مش قدها؟ الشارع اللي وراه زي صاروخ يا دوب قاعد تشوفنا من بعيد. اي حد يشوفني بيحبني. قروض في شهر رمضان. يعني الدنيا هتحلو؟ لا. يعني هيبقى معايا فلوس كتير؟ لا يا راجل. لا. To just take whatever they get. Location check. Design check. I choose Tara. ودي الأبلة جورجينا عاملة إعلان عن سعادة. هي تختار سعادة براحتها. هم أساسا مش بيعلنوا عن مدن تسكن فيها البشر، دي مدن تسكن فيها الفضائيين. إحنا نختار مصر. هم بيعملوا إعلانات عن إيجيبت، إحنا خلينا هنا في مصر. يعني واحد شغال بيومية زي حالاتي كده هيستفاد إيه غير الإحباط والاكتئاب، وممكن يضيع حياته. جورجينا الإعلان ده مش لينا. مربى البوادي اللي مليانة قطع فاكهة. عايز فطير. واكل فطير. ايه يا اسطى، دي مربى. وبعدين مش هي دي، في مربى تانية بيجيبها لنا لنجول في الشغل، بتكون من رخيصة، مش عارف اسمها ريماس ولا ايه، ب20 جنيه. ولو ما لقيهاش ما بيجيبلناش، بيجيبنا فول وطعمية. واحد زي المجاول بتاعي ده مثلا، اللي هو بيقعد يفكر هيجيب احقر غدا ايه للصنايعية، هيستفاد ايه من الاعلان ده؟ ولا حاجة. حاجة. مربى، هي برضه مربى. انت اللي شاغلني، هاري على بالي يا رحالي. نسخة منك دلوقتي 24 ساعة على التابلت وفاتح الموقع الأزرق،
نسخة منك يا حبيبي، دايما على بالي، دايما على بالي. ايه يعني عيل قاعد على التك. وطبعا في الاعلانات اللي من النوع دي بنشوف دايما الاعلان بيكون عبارة عن أسرة سعيدة متكاملة ما فيهاش أي غلط، ما فيهاش أي حاجة، بص، الأسرة دي لو مكتوبة بالورقة والقلم مش هتطلع كده. واتنين بيشوفوا بعض ماشيين بيتمشوا، تشوفوا بعض نظرات ابتسامة التئامة، حبوا بعض، اتجوزوا، خدوا لهم كومباوند مع نفسهم كده عشان يفتحوا يبدأوا حياة مليارية جديدة مع نفسهم كده، ويشوفوا طريق 100 مليار مع نفسهم، ومالناش دعوة بيهم. احنا مالناش دعوة بيهم، احنا هنا في مصر. الإعلانات دي عن ايجيبت، مالناش دعوة بيهم من محيط. اللمة دي ساعة محتاجة سماعة، ساعة نرقص يا جماعة. ساعة اللمة دي ساعة محتاجة سماعة، نرقص يا جماعة. هو كلام ماشي مع بعض وخلاص ولا ايه؟ بس انت المفروض بتعملوا اعلان عن اتصالات يعني، ولا يمكن سماعة بتاعت سماعة التليفون اللي هي ممكن يكون قصدهم السماعة بتاعت التليفون بتاعت زمان، اللي هو كانوا يقولوا ما ترفع السماعة يا اخ، لينا ساعة بنرن عليك. الله اكبر عليك. ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. برضو هنا الاعلان لافف، الاعلان متكلف، ده كفاية انغام ومحمد رمضان. طقوا الشماسي، طقوا الشماسي، طقوا الشماسي قلبي لحد الفناسي. ده انت لو عبد الحليم كان عارف كان تقك انت شخصيا. عشا والصحاب مستقبلة وللأغراض. انا مش بتاع اعلانات يا اخوانا، انا بس وقعت في ايدي شهادة فايدتها 20%، فقلت اما اخد لي لقطة. هديالك يا ابن المحظوظة. سلمى، رحت فين؟ بقالي كتير قوي ما شفتكيش. انا عايزة بالم هيلز. ايه ده، انا كمان بالم هيلز. خلاص اشوفك هناك. هناك فين؟ الدنيا صغيرة بس بالم هيلز كبيرة. يا اخوانا احنا اتفقنا من اول فيديو، الاعلانات دي مش للبشر اللي زينا، الاعلانات دي للبشر الفضائيين، في نوع جديد من البشر بيصنعوه، الاعلانات دي خاصة بيهم. احنا خلينا في حالنا، الاعلانات دي عن ايجيبت، احنا نتكلم عن مصر معايا عشان ما تحرقش دمك وتولع في نفسك وتكسر حتة الشاشة اللي ربنا كريمك بيها بتتفرج بيها على فيديوهات وتعمل. الاعلانات دي مش لينا، الاعلانات دي مين؟ للفضائيين. انت تحمد ربنا ان معاك المفتاح ده، وان في بيت ستر عليك. سيبك بقى من اللي هم عاملينهم ده وميداليات ذهب والحوارات دي. احنا اتفقنا الاعلانات دي ماهوش لينا، الاعلانات دي للفضائيين، ماشي؟ بلاش في نفسك حبيبي، اهدى، ريلاكس ريلاكس. انت في مصر، هم في ايجيبت. ولا ايه يا عم ميسو؟ يا عم ميسو. فاكرة لما كنا اعلان لعم عمرو دياب ما ينفعش يتاخد كده خالص، اعلان لعم عمرو دياب لازم يتاخد بالتفاصيل. مجرد سلام من على الوش الكلام. فاكرة لما الاهتمام كنا بنخبي في هزارنا. وطبعا دول 2 من الفضائيين اللي عايشين حياة تانية خالص في ايجيبت، هناك ايجيبت، احنا هنا في مصر، ماشي؟ دول 2 من الفضائيين شافوا بعض لأول مرة، حبوا بعض من أول نظرة. يظهر الموضوع كبير شكله هيطول ما بينا. وطبعا الموضوع تطور من صداقة لحب، فالفضائيين قاعدين مع بعضهم بيحددوا مصيرهم هيكون ايه. طبعا زي اي 2 فضائيين راح يتقدم لها عند باباها الفضائي. يا ترى باباها هيوافق؟ تعالوا نشوف. للأسف باباها الفضائي ما وافقش. تحس كده انه راح قال له عمي والله العظيم انا جاي اطلب ايد بنتك، وانا عارف اني انا على قدي، يعني ما حلتيش غير 200-300 مليون، بس ان شاء الله يا عمي هشد حيلي وهاخد كومباوند خاص بيا كده، وشوية بشوية لحد ما اشتري ربع البلد. عمه الفضائي بص له وقال له انت لسه صغير، انت لسه فضائي نونو، 100 مليون ايه؟ انت لسه صغير على قدك، مش هتقدر تحيشها
في المستوى الفضائي اللي هي عايشاه. وهنا بتقول له انت مشيت ليه؟ استنى. قال لها مش شايفة ابوكي عمل فيا ايه؟ شايفة باباكي بيتريق على فقري، كمني فضائي على قد حالي، ما عنديش غير 200-300 مليون جنيه في البنك، باباكي بيتريق عليا. وطبعا الفضائي شد حيله واشترى له كومباوند صغير على قده، وقرر ان هو يكبر عشان لما يروح لباباها مرة تانية ما يقدرش يقول له بم ولا تن. عاش فضائي عاش، هي دي حياة الفضائيين. والله تتغنى في غنوة. واتجوزوا الفضائيين وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا فضائيين وفضائيات وبقوا طياروا طيارات ومركبات. لو وصلت معايا للوقت ده من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو دي أول مرة تشوفني. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.